السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم العقارية. الموضوع ديال اليوم مهم بزاف وكيقيس كل مغربي ومغربية كيحلموا يشريو ديورهم. شحال من واحد فينا ما عندوش فكرة واضحة على المراحل ديال الشراء وكيخاف يتصيد أو يطيح في شي مشكل. داكشي علاش اليوم غادي نمشيو مع بعضياتنا خطوة بخطوة، من اللحظة اللي كتقول فيها بغيت نشري دار حتى النهار اللي كتشد فيه السوارت في يديك وكتكون مول الدار رسمياً. غادي نعطيك كاع المعلومات اللي تحتاجها بالدارجة. تبع معنا حتى الاخر باش كلشي يكون واضح ومفهوم. يلا نبداو. المرحلة الأولى، البحث والتقلاب. أول حاجة كتبدا بها هي التقلاب، ولكن قبل ما تبدا تقلب خاصك تجلس مع راسك وتحدد 3 ديال الحوايج مهمة. الميزانية، شحال هو المبلغ الأقصى اللي تقدر تخلص؟ واش عندك شي تسبيق؟ وشحال غادي تحتاج من البنكة؟ ضروري تحسب حتى المصاريف ديال النوطير والتسجيل اللي كتكون تقريبا واحد 7% من ثمن العقار. الموقع، فين بغيتي تشري؟ المدينة، الحي، واش قريب للخدمات، المدارس، الخدمة ديالك؟ هبط للحي اللي عجبك ودور فيه، شوف الناس وسول. المواصفات، شحال من بيت بغيتي؟ المساحة، واش الطابق السفلي ولا الفوق؟ واش كتبغي الشمس تكون ضاربة في الدار؟ هادشي كامل خاصو يكون عندك فكرة عليه. ملي كيكون عندك هادشي واضح كيبدا التقلاب. عندك بزاف ديال الطرق، المواقع بحال مبواب وصاروتي، السمسار، ولكن رد البال وكون واضح معاه من الاول على العمولة ديالو، او تمشي مباشرة عند شركات العقار او البروموتور. لقيتي واحد الشقة عجبتك، مزيان. دابا غادي ندوزو لأهم مرحلة في البحث، التحقق الأولي. قبل ما تقول عجبتني، سول على هاد 2 وراق: شهادة الملكية، سيرتيفيكا دو بروبريتي، هذه هي بطاقة تعريف ديال العقار. خاصك تتأكد أن الدار محفظة وعندها التيتخ ديالها في المحافظة العقارية ANCCF. بعد على أي حاجة سميتها ملكية أو عقد عدلي، إلا إذا كنتي عارف مزيان أش كدير ومعاك خبير ثقة، حيت مشاكلها كتيرة. طلب من البائع نسخة من شهادة الملكية باش تأكد أن سميتو هي اللي كاينة فيها، وتأكد من المساحة وكل المعلومات. ملي تزور العقار حل عينيك مزيان، شوف الحيوطة واش فيهم غمولية، شوف حالك البلومبرية يعني الروبينيات واش خدامين، الضوء واش كاين شي تشققات، سول الجيران على العمارة وعلى السانديق. صافي لقيتي الدار المناسبة وتأكدتي من كل شيء؟ مبروك. دابا غادي ندوزو للمعقول والمسطرة القانونية، وهنا فين كيدخل واحد الشخص مهم بزاف، النوطير. النوطير هو الحكم والمستشار ديالك، وهو إجباري في بيع وشراء العقارات المحفظة. من الأحسن المشتري هو اللي اختار النوطير ديالو باش يرتاح. المهمة ديالو هو يتأكد من سلامة الصفقة من الناحية القانونية ويحمي الحقوق ديال الطرفين. ملي كتفقوا على الثمن، أول خطوة رسمية هي توقيع الوعد بالبيع، كومبرومي دو فونت. هاد العقد مهم بزاف وخاصو يكون فيه كل شيء بالتفصيل: السميات الكاملة ديال البائع والشاري، الوصف الدقيق ديال العقار كيف ما هو في شهادة الملكية، الرقم ديال التيتخ، المساحة، كل شيء. الثمن النهائي اللي اتفقتوا عليه. وهنا نصيحة مهمة: بعيد من قضية النوار أو ديك الفلوس اللي كتعطى تحت الطبلة، راك كتاخد ريسك كبير، حيت لو وقع شي مشكل المبلغ اللي مضمون ليك قانونيا هو غير اللي مصرح به. المبلغ ديال التسبيق أو العربون، هاد العربون كيتعطى بشيك في اسم النوتير ماشي في اسم البائع مباشرة، باش فلوسك تبقى محمية. وأهم حاجة هي الشروط الواقفة، كلوز سسبونسيف. أهم شرط هو شرط الحصول على القرض البنكي. هاد الشرط كيحميك، كيعني أنك إلا دفعتي للبنكة ورفضت تعطيك الكريدي، الوعد بالبيع كيتحل وكترجع فلوسك العربون ديالك. ملي كتسني على الوعد بالبيع كتاخد نسخة منه وكديها للبنكة باش تكمل إجراءات طلب القرض ديالك. البنكة كدير التحريات ديالها وكتصيفط خبير يعني إكسبير باش يقيم العقار ويتأكد أن الثمن ديالو معقول. ملي البنكة كتوافق على القرض كتعلم النوتير. ديك الساعة النوتير كيوجد عقد البيع النهائي، كونطرا دو فونت ديفينيتيف. كيحدد لكم موعد التوقيع النهائي. في هذا الموعد كيحضر البائع والشاري وممثل ديال البنكة. غالبا البنكة كتحول الفلوس ديال الكريدي مباشرة للحساب ديال النوتير وانت كتكمل الجزء ديالك. النوتير كيتأكد أن المبلغ كامل وصل، ومن بعد هو اللي كيحول الفلوس للبائع. هاد الطريقة هي الأكثر أمانا للجميع. ملي كتسنيو على عقد نهائي
مبروك عليك، في هاد اللحظة البائع كيعطيك السوارت ديال الدار. ولكن باقي ما ساليناش، الخدمة ديال النوتير باقا ما كملاتش. من بعد التوقيع النوتير مكلف باش يدير جوج حوايج مهمة: تسجيل العقد، كيسجل العقد النهائي في إدارة الضرائب وكيخلص الواجبات ديال التسجيل، والتقييد في المحافظة العقارية، كيدي العقد المحافظة العقارية باش يتم تقييد البيع في الرسم العقاري أو التيتر، وهكا العقار كينتقل رسميا للاسم ديالك. من بعد بضعة أسابيع أو شهور قليلة كيعيط لك النوتير باش تاخد شهادة الملكية الجديدة ديالك اللي فيها سميتك ونسخة مسجلة من عقد البيع. آخر خطوة عملية هي تمشي للوكالة ديال الموظف وتغير اسم العقود الاسم ديالك باش الفواتير تبدا تجي سميتك. كيف ما شفتوا المراحل كثيرة، ولكن إلا تبعتيها خطوة بخطوة كل شيء كيدوز سهل. نعاود نلخص لكم أهم 3 النصائح. أولا، قلب مزيان وما تزربش. ثانيا، تأكد دائما أن العقار محفظ وعندك نسخة من شهادة الملكية. ثالثا، خدم مع نوتير ديال الثقة هو الضمانة ديالك. كنتمنى هذا الفيديو يكون فادكم وعطاكم فكرة شاملة. إلا عندكم أي سؤال خليوها لي في التعليقات، وما تنساوش ديروا اشتراك في القناة باش يوصلكم الجديد. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.